سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعدين اتخذت مكانها المشرف بحكم إن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من مواليد مكة المكرمة عليه أفضل الصلاة والسلام. نتكلم في الكسوة. يقال والله أعلم إن أول كسوة اتكست بها الكعبة كانت القباط، والقباط هو قماش من الكتان يتم تصنيعه في مصر، ولذلك تم تسمية المصريين باسم الأقباط نسبة إلى القباط اللي هو القماش اللي بيتم تصنيعه من نبات الكتان. أو أقوال تانية قيلت إن تم كسوتها بالأنطاع، والأنطاع دي عبارة عن خرق من الجلد يتم كسوة الكعبة. بعد الإسلام كان حصلت حادثة، وقال إن واحدة ست كانت بتلف ببخور تبخر الكعبة المشرفة، فتطاير شرر من الفحم راح مولع الكسوة، فكساها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بالثياب اليمانية، وهي عبارة عن أثواب أو أتواب بالبلدي المصري من القماش ملونة بالخطوط بالطول أحمر وأبيض. وبعد وفاة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كساها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقال إن سيدنا عمر بن الخطاب كان بيكسوها في العام مرتين. بعد وفاتهم رضوان الله عليهم كساها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكساها معاوية بن أبي سفيان، وكساها عبد الله بن الزبير بن العوام، إلى أن انطلقت وأصبحت عادة في المسلمين أن يتم كسوة الكعبة المشرفة. المفارقة هنا أن أول كسوة زي ما قلت اللي هي القباط كانت من مصر، وسبحان الله ارتبطت كسوة الكعبة المشرفة بمصر على مدى قرون طويلة جدا. يعني احنا بنتكلم من قبل الإسلام وبعد الإسلام. ارتباط مصر ببيت الله الحرام لم يتوقف على كسوة الكعبة فقط، وهو شرف وليس منحة ولا فضل من أهل مصر ولا من مصر ولا من أي حد. هي عبارة عن إن أنت كونك تحط ذرة تراب أو تنظف حوالين الكعبة كده تكنس، ده شرف كبير أوي، ليس فضلا لمصر